وبعدين عندك ساعة انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكيت. ايه الاتيكيت ده؟ اتيكيت. 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 الاتيكيت ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعة اللي فاضلة هقعد احكي لك فيها عن مروان، بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليكي. فاضل نص ساعة. النص ساعة اللي فاضلة دي عشان تسأليني فيها عن أي حاجة أنت عايزة تسأليها. ونبى انا حاسه اني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مسرحيات، اللي هي منهم بتاعت انت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الاخر البت اما بتقع في الخيه وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها ولا يقف جنبيها. ما تقلقيش إن شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكشي ولا هتتكرشي. يو اتفضلي، ادي اللي هتعلمني الكلام، ما كانت الكلام عندها بايظه اساسا. نجيب من الاخر. تحب تقول انت ولا اسالك؟ تسألني على ايه يا ابني؟ يبقى انت عايز تتسال. ماشي. كلمني شويه عن هيدا ابو طالب، ولا نقول جمالات حسناء بطن البقره. وقول لي بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاتنين؟ من غير ما تتذاكى، انا ما كنتش اعرف ان جمالات هي هيدا ابو طالب، والا ما كنتش اقدر ارسمها قدامك. اول ما عرفت انها هيدي كانت هربت اصلا. سبحان الله. عشان كده ما قلتيش لحد دلوقتي لغايه لما انا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحه عشان ما تبقاش شبهها. ولا ال50 مليون حلوين والمزه حلوه والشيطان امور. ياسر، انا اول ما عرفت انها هيدا اجبرتها انها تسلم نفسها، وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا اجدع منك جيت اتكلم معاك. لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزاره وهي تتصرف. عشان انت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من الوزاره والكلام ده. تعال انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعدة مع طنط وموسوكا جوه بيشوفوا فيلم. أنا قلت لهم وقت الدروس مش عايزة حد منهم معانا. ماشي. طب وابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنط ام سوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني، بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما أنا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينة كده والشوكة كده، نقطع حتة اللحمة كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زيي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا. مفهوم؟ مفهومه ست الابي. اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده طيب؟ هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا. النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبري. يا لهوي. طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا مخ. مش عايز منديل يا ابني، لا يسترك. مناديل، منديل يا ابني، لا يسترك. مناديل يا ابني. لا يسترك. هتمشي ماشيه مستقيمه، ظهرك مشدود، كتافك مفروده، رقبتك مرفوعه لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عماله تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفوله. ايه ده؟ رجليكي مقفوله. ازاي؟ مقفوله كده. كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصوره. ومين قال لك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده. كده اهو. يعني تقريبا.
يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساسا. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمتي الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه المصريين، لينا معارف هناك يعني. هي اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثة، بالله العظيم ثلاثة، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج. حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بنتي يا هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات العرسان يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينة. بسم الله ما شاء الله، أدبيه وأخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندنا، ربنا يحميها لشبابها. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكا حرس وصينه بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. ما شاء الله. مطرب، بس انا ما اعرفوش وما شفتوش غير المره اياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش شباب بقى، واحنا اهو جايين من الباب اهو حضرتك. لا مشهور. الله، هو انت ما سمعتش الغنيوه بتاعته اللي مكسره الدنيا وماشيه التكاتك كلها تغنيها، وفي التلفزيونات والراديوهات ما سمعتهاش ولا يغني له واد حته احسن يفتكرنا بنميز عليه. يلا يا ولد. لا 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 خلاص ملوش لزوم. اصل اختي الانسه هاجر كانت قالت لي يعني ان الاخ سيد عنده عربيه مشروع كبده وسجق. ايوه قصده على عربية كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبلك ايه وهبابك ايه وسخمك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر. دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله. كباريه؟ قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعديه. هو كباريه ايه في ايه؟ قصد امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني، حاجات اكل طازجات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي ياما، اقول له يا واد هي البيره دهيت شكلها ايه لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر؟ ياما اقول له إيه؟ مع ان هي صفرة، بس هو ما بيبقاش عارف يا عيني. انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم بيبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات دهيت، هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبروا، لا مؤدب محترم من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هوت ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حاجه. الجواز ده اسمه نصيب. شرفتونا.
السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب بحيث بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا. ما كان من الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما هو كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا هدفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس اشوف الوصل الاول. ما تهزاش يا سعاده الباشا. مفيش هزازان ولا نيله، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجه زهره كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. اهو الله يعمر بيتك. اهو شيك اهو، العلوان اهو. اديني الشيك بقى. اديله. يا سلام عليك يا ست الناني، ولا الست تمر حنة في زمانها. ايه مش عاجباكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح، ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جايلي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تقلقيش يا ناني ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله، وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايله واجيب. تعالي بس استني شويه. خدي. ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاق، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله ايه يا ناني، ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا وموصله ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. قلتي ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتطلق كل يوم. عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر، مستني على نار والله. حبيبي يا عسل. أنا مجمعاكم النهاردة عشان نتيجة امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. انا بالنسبه لي النتيجه 10 على 10. الاوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزه كمان 10 ايام. ممتاز. أما أنا فالنتيجة بالنسبة لي 0 من 10 في كل الدروس اللي أنا بديها لها، فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. ازاي؟ دي لعبتك يا هايدي، ما عرفتش تتعلم منك ولا حاجة؟ خالص. خص عليك يا كوريا، مخبية عليا يا بنتي. إن ما وريتك ما بقاش أنا اللي مستني النتيجة دي بفروغ الصبر. تسقطي يا أم 0 من 10. هم يا بنتي يا كوري، تسمعيش الكلام ده كله. علم ايه وهباب ايه؟ قال هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوريا يا بنتي، وبعدين احنا كلنا حاطين امل عليك. هو في ابو الحاج انت وهي؟ ما انا مرسياكم من اولها، انا ماليش في دلع البنات الماسخ ده، انا تلاقيني في الجدعنه، تلاقيني وقت الضيقه، تلاقيني في الزنقه، لكن تقول لي حط احمر واخضر وامشي تقصعي زي البنات، اقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، انا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكا. فيه ايه يا كبداكي؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت واد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتك؟
ما تفوق كده يا سوكا، شوف شغلك. ده لو كانت ضربة مطوة كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكا، دول 20,000 تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكلوا عليكم سلومه، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكا. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك بس بقى. سلامك يا بداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل. مع السلامة يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. شد حيلكم، مش عاوزين عطله، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن التاني. خير يا اخينا، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، بقى جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. هو في ايه يا عم انت عاوز ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ انا شريك في العماره. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفه صاحب العماره. معلم عرفه مين؟ العماره دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركاء. روماني مين ومالوش شركاء ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفه في العماره. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني علاك على باب العماره واجيب لك الحكومه، نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله، مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ كده كبداكي ماشي، يا انا انت كبداكي. يعني انت يا واد جبت لي المورستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها؟ عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسأل عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه، لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد ياما في البنسيون اكل شارب، والحمد لله بدعواتك ياما ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى ياما؟ يا ولا يا ولا على يا ولا، وانزل شوف اكل عيش. ما ينفعش كده. الله، الشقه دي هندفع ايجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربيه والحمد لله، وبحوش لك عشان اجيب لك الشقه، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا. اما بقى عن البت الممرضه ده اهي، فلا يا حبيبي، ستها تتمنى تراب جزمتها. انت من النهارده بقى هتنزل تروح الكباريه. بقول لك ايه ياما، ولا انا رايح ولا جاي، ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك ل2 شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم، ده انت معمول لك عمل كلب تفك فيه. كلب ايه ياما وقطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الواد كبداكي جاب لك ال 10,000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حار ونار في جتته الواد سلومه الحرامي دهوت، برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايزه حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا، عقل روحك كده. وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ خليك ناصح يا ولا. ادعي لي ياما ربنا يكرمك يا رب. ربنا ما يحرمني منك. اللهم امين. لا يا حبيبي، عايزاك طيب، مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نتحمل القرف اللي احنا عايشين فيه ده. تعرفيني دنيا واخره، مش عايزه اروح معاكي. حتى انت والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه؟ ما هيعاشرني وانا ميته. مين؟ طيب يا الدنيا طارت. يو افتحي. ايه ده خال؟ ازيك يا خال؟ يا كوريا. ازيك يا سوكا، عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتشا. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوكا خالتي. ابن ام سوكا؟ يا خالتي، ام سوكا. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجة. لا يا كوريا، سوكا متضايق ومقاطع الشغل بقاله فترة. متضايق علشان البت الممرضة اياها دي، وانا طول الطريق بقول له يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيك. بقول لك ايه يا سوكا، اسمع للخال، هو معاه حق. الحب والحاجات دي خلاص خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه، يا امه هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيش. ولا اقول لك على انا بحلم بيك، بحلم بيك الروقان والنبي. هو اقول ايه؟ اقول في اللي احنا يبقى كفايه عليا. خد يا كوريا. ايه؟ 10,000 جنيه دول بتوعك
بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومه وجابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ ايه اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وجع على دماغك. يلا يا قريه هملي. والنبي فيك الخير يا كبداكي. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر يا كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوكا. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زيك بالظبط. فوجئت على باب المطار. عارفه الست اللي كانت في المستشفى اللي بنتها اسمها نجوان، هي دي اللي جابت له العقد. ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها. راح وراها؟ يا ابو ديل نجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال، اتصلي بجولي دلوقتي حالا. يلا حبيبي بالراحه. بالراحه. طيب بالراحه. بسم الله. استنى. لا استنى. ايوه كده. معلش. ايه ساكته ليه؟ لا مفيش، اصل بفكر انزل القنصليه بتاعتنا عشان اطلع بدل فائد الباسبور بتاعي، ضايع مني ومش لاقياه. ضاع ازاي؟ فاكر يا حبيبي لما انت اتخطفت من عند رجاله جاسم؟ انا بقى طلعت للشقه وقعدت كده بلم هدومي مش فاهمه حاجه، يمكن وقع مني هنا او هنا، ومن ساعتها وانا ماشيه بالبطاقه المصريه بتاعتي. البطاقه دي هتعمل ايه؟ انت لازم تطلعي باسبور وننزل نعملهولك. لا ما انت لازم تريح. ست زهقت من القعده. الله. وبعدين اهو هنزل شويه اجرب المشي. عايز افوق بسرعه عشان الحق جاسم الكلب ده قبل ما يسيب اليونان. ما خلاص بقى يا مروان، سيبنا من حكايه جاسم دي، وبعدين احنا اللي ابتدينا معاه. هو اللي حكم على نفسه. هقتله. ايه؟ هقتله. خد يا اختي، دي فلوس تنكيس البيت، ما انت لا كملتي وقعدت فيها عشان تدفعي ايجار ولا بتتنكس. خدي. خلاص مش عايزاهم. اللي مش عايزاهم ده، ما قلت لك قبل كده ما احبش حد يتجبع عليا. امسكي. هاتي انت حره. خطيبك ده يا كوريا راح اليونان ازاي؟ بس ما تقولش خطيبي، بس ما بقاش، خلصنا من زمان. تاخدش بالك يا دكتور، دايما كده كوريا وكبداكي دايما كده عاملين زي القط والفار، دايما متخاصمين، دلوقتي مفسوخين. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهموني، هو ازاي يعني راح مع نجوان؟ وهو يعرفها منين اصلا؟ الصراحه اصل لما صوره جولي نزلت في الجورنان هو قفش علي، خلاني كبت له بقى الليله كلها في حجره، ومن ساعتها وهو حاطط البت نجوان دي في دماغه ورشق لها، وديها شكلها جابت له عقد عمل بره وصفرته. ايه؟ يعني انت السبب؟ ها؟ انت اللي سلمتيها تسليمها للكبداكي. كان ماشي. عقد عمل ايه يا عم شكري؟ وهو يسافر وراها ليه؟ سافر عشان عينه فارغه، يبقى مع موزه حلوه وزي القمر، ومع ذلك هو زي الكلب لازم يشمشم بره. ما يمكن الست دي ملهاش علاقه بالموضوع ده. ملهاش علاقه ايه يا اخي؟ دي بنت مولع، لفت قبل كده على جوز جولي وصفرته، ودلوقتي لفت على كبداكي وصفرته، اللي هي تنشل مطرح ما هي قاعده. يا رب. ايه دي؟ هي الست دي واخده المشوار رايح جاي ولا ايه؟ ولا متعاقده مع الحكومه اليونانيه يعني؟ اتورط لهم رجاله. انت بتهزر يا خالد؟ وطي صوتك، سندس ام سوكا يصحوا. احنا لازم نعرف دلوقتي ابراهيم ده سافر ازاي وبيشتغل مع مين وضد مين. بقول لك يا عم الدكتور المحامي، انت ولا ما انا فاهمه لك بتشتغل ايه؟ عايزه ايه يا كوريا؟ هو انتوا مش كنتوا عايزين تسفروني؟ كنا عايزينك تسافري. طب انا عايزه اطلع الطلعه دي ورا كبداكي، وانا البت المسهوكه دي بقى. مش هينفع، احنا حاولنا وكل محاولاتنا معاكي فشلت. ليه بس؟ انا عايزه اسافر. هو انت هتسافري سياحه؟ انت كنتي مسافره عشان تعملي مهمه محدده، والظاهر بقى انك ما تنفعيش. اللي ما ينفعش ده ما تقولش بس ما ينفعش، انت ما تعرفش كوريا اما تحط في نافوخها حوار. جدعه يا كوريا جدعه. ايوه كده، خلصي بقى السنه اللي قضيتيها في المخروبه دي، خلصيها على جدتهم. مش هينفع. والنبي يا جولة عشان خاطري، عشان خاطري، ده احنا ولاية زي بعض، والنبي اختي قولي له ده انا كوري. طب يعني انا شايفه يا نادر ان احنا ممكن كده يعني نديها فرصه تانية. مش هينفع يا هايدي، دلوقتي ما بقاش عندنا وقت. هي مش ورقها لسه جاهز؟ ايوه لسه جاهز،
والفيزا فاضل لها كام يوم وتطلع. المشكله مش في الورق، المشكله فيها هي. المشكله فيها هي دي. ما تظبط كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ انت شايفني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ طب احنا خسرانين ايه؟ مش احنا كده كده قدامنا اسبوعين نجرب تاني، بس المره دي كلكم تشتركوا معايا. بص بقى يا ابراهيم، انا قلت له نازله عشان اطلع الباسبور. يبقى لازما يا نجوان ترجعي له بورق باسبور عشان نبقى مثبتينه صح. ماشي، بس عارف يا ابراهيم لو مروان قتل جاسم انا كده ممكن اروح في داهيه، واستحاله اقعد مع واحد قاتل في نفس المكان. على فكره يا نجوان انا بحب مبادئك قوي او ربنا ومعجب بمبادئك دي جدا. يعني تقعدي مع واحد مقلب 50 مليون عادي لكن قاتل لا. برافو عليك يا بنت. ابراهيم انت ناوي تعمل ايه يا ابراهيم؟ خير بعون الله. انت بس اهم حاجه وانت نازله تبعتي لي رساله بخط سيركم، ولازما يا نجوان تبقى في الشنطه بتاعتك ورقه فيها العنوان بتاعكم. حاجه بقى شوفي وصل، ورقه توصيل، اي حاجه من الحاجات دي. عنوان؟ ليه؟ مالكيش فيه، نفذي الاول وهتفهمي في اذان. ما انت لازم تفهمني انت ناوي على ايه، ولا انت ماشيني كده وراك وخلاص؟ ما تعملي يا نجوان اللي بقول لك عليه، هتخسري ايه اكتر من اللي خسرتيه. خليكي معايا وانت مش هتندمي. ماشي اما نشوف. قول لي يا ابراهيم، ماما عامله ايه والنبي؟ ماما مين؟ ماما يا ابراهيم في ايه؟ ماما دي بقت زي الفل، او ربنا بقت زي الفل. دي بتدعي لك على فكره يا نجوان. انا بحب الست دي شبه امي وانا بحبها جدا جدا ومتعلق بيها عشان كده، ومتعلق بيك انت كمان. يعني والنبي اخر مره شفتها كانت كويسه طبعا. كويسه؟ ده كانت هتروح الجيم وجبتها بالعافيه. او ربنا. انت اهم حاجه بس دلوقتي تروحي تلحقي مروان عشان ما يشكش في حاجه، وما تنسيش اللي قلت لك عليه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبي. يلا سلام. مع السلامه. مع السلامه. قلت له استعان على الشقه بالله. يا جماعه انا مش هقدر اكمل لوحدي، انا حاولت معاها وفشلت تماما. مفيش حاجه اسمها فشلت يا هايدي، وبعدين لاحظي ان المره دي ما بقاش في وقت. حبيبتي انت لازم تركزي وتتعلمي وتنظفي مخك، يعني مستقبلك انت وهايدي متعلق بين ايديك. حتى حياتك العاطفيه مهدده بالخطر بعد ما سكبداكي بتاعك ده سابك وراح لخطافه الرجاله نجوان. ومروان اللي ضيع من عمرك سنه كامله في السجن وخلاكي سوابق من غير ما تعرفيه ولا يعرفك، لازم تاخدي حقك منه.